رمضان انا طبعا من الشهور اللي انا بحبها جدا، لان كمان انا طفولتي كانت في مدينه صغيره. فرمضان كان له وقع كبير جدا، كنا بنستعد له طبعا قبلها بمده لا بس من اجمل ذكريات في رمضان ان انا اشتغلت وانا في اعدادي، اشتغلت مصحرات. كان في المصحرات بتاع الشارع بتاعنا، كان قبل رمضان، يعني بعد ما رمضان بدأ بيوم كده. آه، ف فالراجل واحنا كنا يعني ولاد صغيرين، كنا دايما نمشي وراه كل يوم يعني في الرحله بتاعته دي، ونفكره باسامي الناس، لانه كان بيدق بالطبله وينادي على الولاد، فيقول لك مين اللي ساكن هنا يا ولد؟ اقول له فلان. فالمهم الراجل ده وبعدين هو المفروض كان بياخد اجرته اخر الشهر، بيعدي بحماره، والحماره دي فيها خرج كده له جيبين كبار، واخر قبل يعني يوم الوقفه يعدي بالطبله، والناس تديله حاجات جوه الخرج بتاع الحمار ده. فاحنا عارفين ان هو بيديله بقى سكر وزيت وفلوس وحاجات. فاحنا عارفين ان هو الراجل ده لو ما سحرش الناس مش هيديله حاجه. فقال لنا ما تعرفوا تسحروا بدالي. كنت انا وواحد صاحب اسمه عادل الله يرحمه، اشتغلنا مسحراتيه، وكنا بنألف بقى الاغاني بتاعت المسحرات دي. تقولي كنت بتقول ايه؟ لا ده هي كانت تجربة مثيرة، لأن احنا أيامها حصل مرة في رمضان ده إن كان في انتخابات. كانت انتخابات الاتحاد الاشتراكي، وفي واحد من المرشحين قال لي قال لنا انتوا بتسحروا، عايزكم تقولوا للناس ينتخبوني وانتوا بتسحروا. كان اسمه علي حاجة. فانا كنا يعني اصحى يا نايم وحد الدايم، وانتخب عمك علي نصير الغلابة ومش عارف. ده ولا علاقه بالسياسه. كانش لا. فكانت تجربة مثيرة جدا، أنا فاكر ما بنساهاش طبعا. فرمضان لا، كان رمضان مرتبط طبعا، وأجمل حاجة في رمضان إنه بيجي بعده العيد. فإحنا كنا بنحب رمضان عشان في عيد بعده، وفي عيدية، وفي زيارات بقى قرايب وناس كتير ما بنشوفهمش إلا من العيد للعيد. فكان لا، رمضان شهر جميل جدا طبعا، ما زلت يعني بحبه جدا طبعا. حصل ان انت كان في شهر رمضان وانت كنت بره مصر مسافر بره حصل مصر؟ أكتر من مرة. كنت فين يعني البلاد اللي رحت فيها؟ يعني كنت معظمهم كنت في سويسرا. وكانت طبعا تجربة شاقة جدا، لأن الصيام هناك 17 ساعة. فكانت شاقة جدا لدرجة إن أنا يعني كنت بدور على حد مفتي يقول لي تفطر على المدفع بتاع مصر، لأن عدد كنت أوفر 5 ساعات. لكن لا، رمضان خارج مصر ملوش أي طعم. يعني كنا بنتحايل ان نعمل له طعم، بس هو ملوش طعم بره مصر. كل سنه وانت طيب. وانت طيبين.